أول ما شفته لقيت نفسي اتهبلت عليه. ما هو أنا جوزي مسافر بقاله 4 شهور، والموضوع طبعا طلع مش سهل أبدا. صاحبة القصة بتقول: اسمي سارة، عندي 24 سنة. كنت دايما حريصة إن أنا أتجوز الشخص اللي دايما قلبي يحبه ويختاره، لأن أنا رومانسية جدا وبحب الدلع، وعايزة أحس كده بطعم الحياة يكون معايا مختلف. حتة إن أنا أتجوز حد ده مش راضية عنه أو مجرد جوازة، دي لأ، مش عايزاه. عشان كده كنت برفض عرسان كتير جدا، وما فرقش معايا الفلوس ولا اي حاجة. كل اللي فرق معايا ان الشخص اكون عايزاه ويكون على هوايا، ويكون في بينا طبعا تفاهم وقرب مسافات. اتقدم لي مصطفى وعجبت بيه جدا. شكله وسيم ورياضي وسنه مناسب، والتفاهم بينا يعني في مسافة كده وقرب كده في الكلام. فترة الخطوبة عدت عليا هوا الصراحة، كنت بتمنى اتجوز النهاردة قبل بكرة. ما كنتش اعرف ان الخطوبة بتغير كده وبتخلي في حاجات كده مش مظبوطة. حسيت ان انا بحلم بليلة الدخلة دي بأي شكل، وفعلا جت بسرعة. ولكن الحاجة اللي ما كنتش عاملة حسابها بعد كده هي اللي جت بسرعة هي كمان. أنا عارفة إن هو كان بيسافر بعض الأحيان، لأنه عملي جدا وشاطر وبيحب يكون نفسه، ودايما بيبص لقدام وللمستقبل، ما بيبصش أبدا تحت رجليه. دايما عايز نفسه أفضل فأفضل، ما بيحبش إنه يكون في احتياج أي شيء، بيحب يحسب كل حاجة بالورقة والقلم. يعني شخص منتظم ومنضبط جامد جدا. فطبعا بعد الجواز بقى ما اقولكوش على الاحساس اللي كنت فيه، ما اقولكوش على طعم الحياة اللي بقى مختلف. حسيت ان الدنيا كلها اتغيرت وبقت الوانها حاجة تانية. ايه الجمال ده بجد! كان حاجة جميلة جدا، كان في منتهى الرومانسية وفي منتهى الحب والتفاهم. ودي بقى كانت بالنسبة لي هي اللي كانت بتجنني. تفاهم معايا، ويعني ان احنا دايما كده بنبدأ بالراحة، وكل حاجة بتيجي بالحنية والحب والتفاهم. عايزة اقول لكم ان كان دايما بتخلي الموضوع حاجة تانية. زي كده الأكلة اللي بتبقى بتعملها على النار بطريقة مختلفة، بالراحة بالهادي بشويش، فكانت دايما بتطلع كده من تحت ايدك حاجة كده مستوية وطعمة على الآخر، وما كنتش طبعا بتشبع من أكلها. هو ده بالظبط اللي كان بيحصل بالظبط. هنا نقف بقى عند عدى 3 شهور كأنهم 3 أيام، مفيش فيهم يوم زعل، ولا يوم مفيش، ولا يوم مفيش دلع. كان الخروج والحب والتفاهم والحنية والهدايا كل حاجة الصراحة. وفجأة صحيت من الحلم الجميل ده على أكبر كابوس في حياتي. ما كنتش أتخيل إن أنا بقوتي وصبري وتحملي وذكائي وفهمي وكل الحاجات دي إن أنا أكون ضعيفة أوي كده. صحيت في يوم بيقولي: خلاص أجازتي خلصت، وأنا لازم أجهز ورقي، وبعد أسبوع واحد بس هكون مسافر. الصراحة وما اكدبش عليكم، حسيت ان كأن حد وقع عليا كده حاجة كبيرة ومش قادرة اقوم من مكاني. حسيت ان انا خايفة واني مش قادرة استغنى عنه، لكن كان دايما بيقولي: حبيت فيكي ذكائك وقوتك وارادتك، ما حبيتش ابدا اظهر ضعفي، وما حبيتش ابدا اقوله ان انا مش هقدر اقعد من غيرك، وان انا مش عارفة هعمل ايه. ولقيته بيطلب مني طبعا طلب اللي كان دايما بيخليني عالية أوي في نظره. والده راجل تعبان، يعني عنده مشكلة في رجليه، فبيعوز دايما اللي بيراعيه، يعني يساعده انه يروح يقضي حاجته، يساعده انه ياكل ويشرب، يعمل له الاكل والطلبات ويروق له المكان. لان حماتي متوفية بقالها سنة، وطبعا حماية كان يعني تعبان، فمفيش حد معاه. فطلب مني وقال لي: أرجوكي تخلي بالك من أبويا وتراعيه وتديله أدويته في ميعاده،
وعلى فكرة هو عنده 3 جلسات علاج طبيعي في الأسبوع لازم يروحهم بانتظام عشان رجليه تتحسن ويرجع زي الأول. ما تقصريش معاه لو بتحبيني، وتخلي بالك منه وتنزلي وتراعيه. ويعني لو حابة ان انتي تنزلي تقعدي معاه مفيش مشكلة، لو حابة تطلعيه يبقى متواجد معاكي مفيش مشكلة. شوفي الوضع اللي يريحك واعمليه، المهم عندي انه ما يزعلش، ودايما تخلي بالك منه وتهتمي بيه زي ما بتهتمي بيا بالظبط واكتر. لقيت نفسي كل اللي بقوله حاضر، وكل يوم هتصل بيكي واطمن عليكي وعليه كمان، واتمنى كده تخلي بالك منه. وانا مش هتأخر حوالي 6 7 شهور وهتلاقيني نازلك اجازة طويلة جدا اعوضك فيها عن كل الحرمان اللي هتشوفيه من بعدي، وغير الحاجات الحلوة الكتير اللي كل اللي هتطلبيه هتلاقيه. كل ده ما كانش فارق معايا، وكل اللي كان فارق معايا وعايزة اقوله ان ما تسيبنيش، ما تبعدش عني، ان انا مستعدة اقعد معاك لو على الرصيف، المهم ما تبعدش عني، ما تبعدش عن حضني، انا محتاجة لك بجد. ما قدرتش اقول كده، وكل اللي قلته حاضر، وكل اللي كنت بعمله كنت بحاول اشوف وقت هو مش موجود فيه، وكنت اخش ابكي بالساعات وخايفة جدا من غيابه ومش عارفة هعمل ايه. ده غير طبعا انا ما كنتش عارفة ان الجواز حلو قوي كده، لانه قلت له انا مش قادرة استغنى عنك، قال لي انت عارفة من الاول واحنا متفقين. الصراحة لقيت فيه دنيا تانية وحياة جميلة جدا بالظبط زي اللي كنت بتمناه، كل الحنية والحب والدلع لقيته موجود. سافر مصطفى وسابني، وده كان بالنسبة لي أصعب يوم في حياتي. حبيته جدا وعشقته بمعنى الكلمة، وحسيت إن روحي بتتاخد معاه وهو ماشي وسايبني، ومش عارفة ازاي هكمل وهو مش موجود. مش يوم ولا 2، دي شهور وانا لسه مش عارفة اعمل ايه. وعدى علينا كام يوم كنت كل يوم بنزل لحماية كالعادة عشان اخلي بالي منه، واعمله طبعا الاكل والشرب واقعد اكل معاه حتى لو مش جعان. كان دايما شايف في عينيا الحزن والزعل، وكان يقولي انا ما كنتش اعرف ان ابني هيتجوز واحدة قمر زيك كده، دايما كده فاكراه، ودايما حابة تكون معاه، ودايما حاسة بيه. انت عارفة انا عشت حياتي العمر ده كله مع حماتك، عمري ما شفت في عينيها نظرة حزن على غيابي ولا لهفة زي اللي شايفها قدامي فيكي دلوقتي. الصراحة انت مش بس جميلة، انت جميلة وحساسة جدا، واي حد في الدنيا يتمناكي. انا ابني ده فعلا محظوظ، معاش اللي انا عشته مع والدته، كانت دايما ما بتتفاهمش معايا، وفضلت بقى ان انا اتكلم معاه، حبيت ان انا اسمع منه لان كان عندي وقت فراغ كتير وكنت حابة اسمع اي حاجة تسليني. فضل يقولي ان هي كانت دايما بعيدة عنه وما كانتش بتديله حقوقه طول الوقت، ودايما كانت تقوله ان انا تعبانة، ودايما كانت لما تكون معاه تبقى زهقانة ومش عايزة اي حاجة. قضيت حياتي معاها، عمري ما حسيت برجولتي في يوم، كانت دايما محسساني ان انا حد قليل جدا، وكل ده عشان يعني مش وسيم قوي، وعشان اتجوزتها ما كانش في حب. عملت لها كل شيء كان نفسها فيه، وعملت لها كل حاجة كانت بتحلم بيها، ولاني اشوف نظرة حب في عينيها عمري ما شفت نظرة حب. ده غير ان هي كانت في الاكل بتعمل اكل وحش جدا، وفضلت اضحك وهو بيحكي لي وبيقول لي ما كانتش بتعرف تطبخ، وكنت دايما اجاملها واقول لها الله اكلك جميل قوي، عشان تحن عليا وتضحك في وشي وتكلمني حتى كلمة حلوة. كانت كل اللي تعمله وتقوله شكرا بكل برود. الصراحة كانت دايما حياتي فيها ملل، ما كنتش بدور فيها على اي حاجة غير ان انا اشتغل ليل ونهار عشان انسى اللي انا فيه، لان انا عمري ما فكرت ان انا اتجوز واحدة تانية بسبب مصطفى ابني. كان دايما هو بالنسبة لي كل حاجة، حنين عليا وكان بيعوضني كل اللي انا شايفه منها. وفعلا جيت كملت حياتي
وكنت دايما بعمل حاجة بيني وبين نفسي ما كنتش برضه أقولها عليها، كنت بحس فيها باللذة والمتعة أكتر ما تكون هي موجودة. الصراحة اتعودت عليها بقالي سنين، فطبعا هي كان عندي فضول كبير أعرف هي إيه، ولكن كنت مكسوفة أقوله يعني. وبدأت الحكاية بينا بالطريقة دي، وفضلت كل يوم قال لي بصي بدل ما كل يوم نازلة طالعة. وقلت له الصراحة أنا بخاف أقعد في الشقة لوحدي، الشقة بقت كبيرة عليا وفاضية وبخاف جدا وأنا نايمة لوحدي. قال لي خلاص ممكن انك انتي تيجي توضبي الأوضة اللي جوه دي بتاعت مصطفى اللي كان قاعد فيها قبل ما يتجوز، ولو محتاجة من فوق أي حتة عفش زيادة أو أي حاجة ممكن تيجي بيها. وفعلا دخلت الأوضة وأخدني الحنين لجوزي، اشتقت له جدا وبقيت أنضف فيها وأنا بعيط، لدرجة إن أنا بقيت أعيط بصوت عالي. واتفاجئت بحماية بتعكز على العكاز وجايلي بيقولي مالك يا نورة. قلتله مصطفى وحشني قوي، وفضلت كده أعيط ومش عارفة أوقف العياط ومش عارفة أعمل إيه. لقيته بيطبطب عليا وبيقولي هو وحشك عشان بس بتحبيه ولا عشان نفسك في حاجة وما بقيتيش قادرة خلاص؟ أنا عارف إنك انتي كل حاجة فيكي عالية، ونستك عالية، وجمالك عالي، ورقتك كمان، وتفاهمك، وكل حاجة فيكي الصراحة كنت أنا بحلم بيها طول العمر إن ألاقي واحدة رومانسية زيك. الواد ده حمار وما بيفهمش إزاي إن يسيب الجمال ده كله ويسافر عشان كنوز الأرض. قلتله قولي يا بابا أنا مش عارفة أعمل معاه إيه. وفعلا واتصاحبنا جدا، والمسافات كلها اتقطعت ما بيني وما بينه، وبقى في بينا تفاهم رهيب. وبقيت لدرجة ان انا بسهر معاه للصبح، وكل يوم يختار معايا الاكلة المعينة اللي احنا هنطبخها مع بعض. وكنت بروح معاه العلاج الطبيعي، وكان بيتسند عليا معظم الاوقات. وطبعا من هنا بدأت احاسيسنا كلها تتجمع بطريقة واحدة. حبيت فيه حكاياته اللي كان دايما بيحكيها لي كل يوم، وحبيت فيه التفاهم اللي كان دايما بيقوله، حبيت فيه الهدايا الرقيقة اللي كان بيطلع مخصوص بالعكاز عشان يجيبها لي مع رغم انه ما كانش بيقدر يمشي. وفي شهر في التاني اتفاجئت بانه رمى العكاز وبقى سعيد جدا ومبسوط، وجرى عليا وحضني وقال لي انا مبسوط جدا انك غيرت فيا حاجات كتير، انا بقيت انسان تاني. وبدأت إن احنا نخرج بعض الأحيان مع بعض نجيب الحاجات ونتسوق للخضار وكده، ونجيب كمان كل حاجة محتاجينها. وفي يوم قال لي لأ ما بقيتيش تطلعي كده معايا تاني، أنا ما بحبش حد يشوفك وينظر لجمالك، وأنا كمان لازم أحافظ عليكي. وكان هو اللي بيخرج يجيب كل الطلبات. بقيت مبسوطة جدا وسعيدة، وبقيت مهتمية بيه زي جوزي بالظبط ويمكن أكتر. حبيت فيه حنيته ورقته واهتمامه بيا. وفي يوم تعبت شوية ومقدرتش أقوم من السرير، لقيته جاي وبيخبط على الباب وقال لي أنا قلقت عليكي جدا، ولقيته محضر الفطار بنفسه وجايبه وجايلي، وقال لي مالك؟ قلت له تعبانة جدا ومش قادرة آكل ومش قادرة أقوم. الصراحة جاب لي دكتور، والدكتور كشف علي وفضل سهران جنبي طول الليل لأني كانت حمى شديدة. وبقيت كل 3 ساعات أفوق وبعد كده أنام تاني، أفوق وهو بيديني الدواء وبيعمل لي كمادات، وفي نفس الوقت بيحاول إن هو يدينا عصير أو أي حاجة. وفعلا اهتم بيا، ولولا هو كان جنبي كنت مت. في الوقت ده أنا كنت بروح عند أهلي كل جمعة، بقعد يومين وباجي. بقيت مش حابة إن أنا أروح أصلا، ولكن كنت لازم أروح عشان محدش يقلق عليا. وكنت كل يوم بفتح فيديو وبتكلم أنا وجوزي وبطمن عليه، وكمان كان بيشوف حماية وبيكلمه. الموضوع هنا قلب معانا حاجة تانية خالص غير اللي أنا كنت متوقعها. ما بقيتش أقدر أروح عند أهلي، ما بقيتش أستغنى عنه. وهو كمان كنت برجع ألاقيه طهقان من الدنيا ويسلم عليا ويقولي أنا مش قادر أعيش من غيرك ولا دقيقة واحدة ولا يوم. لكن كنت لازم أروح، وأنا ما كانش ينفع ما أروحش لأهلي. ولما فضلت جمعتين ما بروحش عند أهلي لقيتهم هما جايين وبيسألوا عليا. وفي الوقت ده الموضوع حصل بينا حب أقوى من اللي كان موجود في قلب الجوز. عمري ما تخيلت إن حماية اللي في 45 يبقى جديد كده. قربت منه، وفي يوم كنت واخدة راحتي ودخل وقعد جنبي واعترف لي بكل حاجة، ونهار قدامي من العياط وأنا كمان.
والصراحة ما حسيناش بنفسنا. أخدني كذا مرة كده والموضوع بقى غير خالص، وبقينا عايشين كده، وحبيت كل حاجة واتمنيت ان جوزي ما يرجعش ابدا، وما بقيتش عايزة اعرف ان هو راجع في يوم من الايام، لدرجة ان انا طلبت منه الطلاق عشان اهرب من كل اللي انا فيه، وما بقيتش عايزة الحياة كلها. لكن هو كان دايما بيهون عليا، وفعلا قبل جوزي ما يرجع كنت طالبة منه الطلاق، وبعدها رجع، وطبعا اقنعته بان انا خلاص ما بقيتش عايزاه. عمل المستحيل عشان افضل وياه، وهو كمان كان بيحاول معايا قدامه، ولكن اتطلقت منه. وبعد ما اتطلقت سبت بيتنا واتفقت مع حماية يشوف لي شقة بره، لأن ابنه مستحيل كان هيسيبنا أو جوازنا يبقى علني. وفعلا قضيت معاه سنين ما بروحش لأهلي ولا حد يعرف عني حاجة، وكان شايلني من على الأرض شيل. وفي يوم ابنه سافر وقرر إنه يروح لي ويعيش معايا هناك على طول. ابنه ما بقاش يعرف عنه حاجة، وأنا بقيت مكتفية بيه عن الدنيا كلها، وكنت سعيدة جدا ومبسوطة. لكن ما اقدرش اكدب ان بعد كذا سنة حسيت ان كل اللي عملته كان غلط، وان ما كانش صح ان انا اعمل كده. اشتقت لاهلي، واشتقت ان انا اكون انسانة طبيعية، ما يبقاش عندي حاجة طول الوقت خايفة منها. بس في نفس الوقت حبيته بمعنى الكلمة، مكنتش قادرة استغنى عنه. ولكن في نفس الوقت حبيت ان انا يكون ليا حياتي اللي في النور. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. ارجع لاهلي بعد كل السنين دي؟ اكيد مش هيرحموني. وحتى لو فكرت ارجع لطريقي، ما هو ما بقتش الزمه خلاص، لانه اتجوز واستقر مع واحدة تانية. حياتي كلها اتغيرت، واللي كان فيها السبب حماية، من كتر ما حبيته وعشقته. وهي دي حكايتي، يا ريت تقولي رأيك.